جيمس كلير في كتاب العادات الذرية كان بيتكلم على التغييرات البسيطة، وقد ايه التغييرات البسيطة اللي تبان بسيطة جدا ومش مهمة في البداية بتتراكم وبتتحول في الآخر لنتائج مبهرة لو انت بس التزمت بيها لفترة كبيرة. ببساطة لو انت اتغيرت بنسبة 1% كل يوم ولمدة سنة كاملة، على آخر السنة هتكون نسخة أفضل من نفسك 37 مرة ضعف اللي انت عليه دلوقتي. أيوة، يعني ايه؟ يعني ببساطة لو قرينا كل يوم صفحتين من كتاب لمدة بس 5 دقايق، على آخر السنة هنكون قرينا 700 صفحة. أو الشكوى اللي كل الناس بتشتكيها، انا مش عارف اظبط نومي ازاي، لو انت كل يوم بس ثبت ميعاد تصحى فيه ثابت، جسمك هيبدأ يظبط هرمونات سواء الميلاتونين او الكورتيزون، ونومك هيكون اعمق، طاقتك كل يوم هتزيد بشكل ملحوظ جدا، مزاجك كمان هيتظبط وهتبتدي تركز اكتر. كمان لو خصصت كل يوم 10 دقايق تمشي فيهم، على اخر السنة هتكون مشيت تقريبا اكتر من 60 ساعة. يعني قلبك وصحتك هيتحسنوا بطريقة رهيبة. طب ازاي؟ الرياضة بانتظام بتكون من افضل مضادات الاكتئاب، ومن افضل الحاجات اللي بتأثر على الصحة النفسية والمزاج، وكمان هي أحد أساليب بناء الكفاءة في مواجهة المواقف الانفعالية الشديدة اللي بتخليك على قدر من الهدوء والسكينة إلى حد ما تعرف تتعامل بشكل طبيعي. كمان النشاط البدني سواء بالتمارين الخفيفة اللي ممكن تتعامل في البيت أو بالمشي كل يوم 10 دقايق، ده بيحفز إطلاق هرمون الإندروفين في الجسم. هرمون الإندروفين معروف باسم هرمون السعادة، كمان معروف بأنه مسكن طبيعي للألم، وكمان بيقلل التوتر والقلق. هرمون الإندروفين لما بيتفرز في الجسم بيحفز إفراز هرمون السيروتونين والدوبامين اللي كمان معروفين باسم هرمونات السعادة. لما الهرمونات دي بتتفرز بيقل بشكل طبيعي جدا هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر والقلق والشعور بالضغط النفسي، فبالتالي لعب الرياضة بيلعب دور حاسم في تحسين المزاج. عرفت ان خطوة قليلة جدا كل يوم هتعمل انسان جديد اخر السنة. خطوات بسيطة بس هتعمل حياة جديدة بشكل جديد لو ركزنا عليها واهتمينا بيها واهتمينا نصنع فرق ولو بسيط جدا، هنشوف النتيجة بشكل هايل جدا.